زاوية الساقي. إذن حنا في المقبرة الأولى اللي كاين اللي جنب اللي جنب الدوار بطبيعة الحال، واللي بجنب المقصورة ديال المسجد. وكما كتشاهدوا فكاين مجموعة من القبور هنايا، تقريبا واحد تقريبا 5 حتى 6 القبور اللي هما باينين وواضحين ومبنيين بالطريقة العادية، وبالطريقة اللي هي قديمة بطبيعة الحال، لأنه في واحد الزمان وحتى لدابا يعني مازال الناس هنا في الجنوب مازال ما كيزخرفوش مثلا القبور ديالهم، يعني الناس كيدفنوا الموتى ديالهم وكيخليو بطبيعة الحال القبورة بشكل اللي هو عادي. كنتمنوا من جهة المعنية أنها تهتم بهذه المنطقة هذه، لأنها منطقة مهمة جدا، ومنطقة ربما واحد التدوار اللي هو كيشكل واحد التاريخ قديم جدا. إلى غادي نأرخوا لهذا التاريخ هذا فغادي نقولوا بأنه أكثر من 500 سنة تبارك الله، وهذا الدوار كاين، وهي زاوية معروفة جدا. فكانوا الناس هنايا كانت واحد الفئة معينة من السكان كانت كتعيش في هذه المنطقة هذه، وكانت كتعرف بأنها من الناس اللي تقات، ومن الناس اللي كيتعبدوا الله تعالى كثيرا. بقى هاد البنايات هادو، فإلا شفتوا ولاحظتوا معنا فاحنا سارينا في المرافق كاملين. فكاين المرافق بطبيعة الحال ديال المسجد، كاين الروضة، كاين بطبيعة الحال ولي الله الصالح اللي غادي ان شاء الله نمشيو ليه ان شاء الله ونصوروه كذلك حتى هو. فكاين مجموعه من المرافق هنايا اللي كتبين لك بان كاينه واحد الحياه سكنيه هنا كبيره جدا، وكانت واحد هذه البلاصه هذه كانت كتنعم بواحد الحركه اللي هي بطبيعه الحال عاشوا فيها الناس هنا، وتعايشوا فيها الناس بطبيعه الحال بالمآسي ديالها، بكلشي ديالها، بالفرح ديالها. فإلا لاحظتوا فكلشي هاد المبنى هذا راه راب ومبقى منه إلا بعض الأسوار. وكنتمنوا أن من جهة المعنية أنها تحاول أنها ترمم هاد المنطقة، لأنها مهمة جدا في التاريخ ديال الواحة ديال تونزولي. ونمشيو جميعا نكملوا الرحلة ديالنا في هذا الدوار الجميل اللي هو دوار الساقي.